رول كرتون بس ايه متين جدا. هقول لكم قصته ولقيته ازاي. بس الاول السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هننفذ معاكم فكرة بالرول الجميل ده، قوي ومتين مش عايزه اقول لكم. هنجيب بقى كده لون بلاستيك اسود، هنبتدي ان احنا كده نطبطب كده عليه ونلون كل الرول باللون الاسود. طبعا الفكره بتاعتنا النهارده جميله وهتبقى مفيده جدا، وهنطلع من الرول ده تحفه جميله جدا. الرول الكرتون ده طبعا بيبقى موجود في المصانع، بيبقى ملفوف كده عليه خيوط حرير. وانا بقى ماشيه في الشارع لقيته. بصراحه لما لقيته دورت اشوف الرول ده جاي منين. لقيت كده مكان الناس دلوقتي بتفتح محلات بتلم فيها الكراتين كلها ورولات الكرتون كلها وبيبيعوها. فاستأذنته طبعا، خدته. وطبعا ما سكتش، خدت منه كذا واحد وكذا حجم. اشتريتهم كلهم، مش هقول لكم ان هم اشتريتهم ب10 جنيه، وهوريكم بعد كده الحاجات اللي انا اشتريتها في اخر الفيديو، لاني كمان هنفذ لكم فكرة تانية برول تاني بس ان شاء الله بعد الفكرة دي. جبت هنا بقى العصيان الخشبية دي، كانت في ثبت قديم عندي، لو شفتوا قبل كده الفيديو اللي قبل ده. او تستخدمي مكان العصيان ديت عصيان خافض اللسان او عصيان الاستيك. طبعا تقدري تجمعيهم وتبتدي تنفذي نفس الفكرة اللي احنا هنعملها بالظبط. استخدمت هنا حجمين، حجم الطويل ده، الحجم الطويل ده كده، وحجم اقصر منه ب2-3 سنتي. انا هنا هحتاج ان انا احط واحد صغير وواحد طويل، او انك تحطي واحد طويل واتنين صغيرين على حسب ما تحبي. طبعا هبدأ كده ان انا الزقهم بالشمع واثبتهم كويس في الرول، وهلفه دوران كله على الرول كده من تحت. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا معايا البلاستيك الاسود، ما خدش وقت خالص، انا بستنى انه ينشف بس، وبعدين بشتغل على طول على لزق العصيان زي ما انتم شايفين كده اهي. اخلص بقى كل الرول كده خلص. طبعا والله هو لونه خشب كده برضو حلو، بس لا انا هبتدي بقى ان انا الونه كمان هو كمان باللون الاسود، وان شاء الله تعجبكم النتيجه النهائيه. طبعا اقدر ان انا استخدم هنا مكان البلاستيك الاسود رش سبراي. لو انت متوفر عندك ده او ده تقدري تستخدميه. طبعا الرش برضو هيساعدك جدا ان هو هيدخل في كل الاجزاء الصغيره دي. انا طبعا بعد ما خلصت كده بالسفنجه عدت كده عليها بالفرشه الاجزاء طبعا الصغيره اللي ما بين الخشب والعصيان دي، وهبدا بقى كده اخلص كل الرول بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وكمان جبت هنا غطا علبه سمنه اللي هو كيلو، ودهنته كده من فوق وبرده هدهنه من تحت. دي هتبقى القاعده بتاعه الرول اللي معايا. انا ليه ما لزقتش القاعده دي من الاول؟ علشان انا اقدر ادهن كويس الرول. جبت هنا بقى دهن ذهبي ايطالي زي ما انتم شايفين النوع ده اللي انا بستخدمه. ابتدي بقى ان انا باستخدام السفنجه كده طبعا تانية احط بسيط وامسح. انا عايزه ابتن كده الجزء الخشبي ده كله بسيط قوي، يعني انت ما بتاخديش مسحه بسيطه وتبتدي ان انت تدهني كله بنفس المسحه دي كده. ولما احتاج تاني اخد، بحيث ان انا عايزه يعمل معايا ضي كده، انا مش عايزه اللون ذهبي جامد في الجزء الخشب ده. كده انا خلصت. جبت بقى الفرشه وابتديت بقى ان انا ارش كده، اعمل بصبعي كده بسيط عشان اعمل الطرطشه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هو عشان الرول طويل مش واضحه قوي، بس هيبان لكم دلوقتي اللي انا عملته. استنيت بقى لما الغطا نشف كده من فوق، هجيبه بقى وادهنه كمان من تحت عشان يبقى معايا كده من تحت ومن فوق اسود. هبدأ برضو كده باستخدام السفنجة بسيط كده ادهن واغطي كل اللون الاحمر ده. طبعا تقدري تستخدمي مكان الغطا هنا قطعة كرتون لو مش الغطا متوفر عندك. اهم حاجة يكون مقاس زي الرول بس اكبر منه سنتي واحد بس او اقل. هبدأ كده ان انا احط كمية كده من الشمع واثبت بقى كده الرول معايا على الغطا. بقت معايا فازة جميلة زي ما انتم شايفينها كده، وحطيت كده في زرع الهيش اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تكون عجبتكم، هتبقى واضحة دلوقتي كمان معاكم اكتر. صورتها لكم كده بطريقة اوضح اهي. ادي كده الخشب زي ما انتم شايفين، وادي الطرطشه الجميله اللي قعدنا نعملها، والزرع اللي بحبه جدا جدا جدا. الزرع ده يا جماعه على فكره رخيص جدا، تقدري تجيبيه من محلات الورود، اسمه هيش. بالفرع بتجيبي بالواحد على حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها، ويبقى طويل وانت ممكن كمان تقصريه زي ما تحبي. يا رب تكون النتيجه النهائيه عجبتكم. قولي رايكم في اول فكره، ويلا بينا بقى على تاني فكره. جبت بقى هنا قطعة قماش، هنا بستخدم والله قصاقيس قماش متوفرة عندي
قصاقيس قماش يعني حتت كده مش هتستفادي منها بحاجة. هجيب كده القطعة زي ما انت شايفينها دي، وهبدأ ان انا اقص شرايح كده حوالي 2 سنتي. انا عملتها كده مجوز عشان اقص اتنينات كده مع بعض. هبدأ كده ان انا اقص. طبعا لقيت المقص هنا القماش ده تخين شوية مش هينفع. تعالوا بقى نجيب المقص التاني بتاعنا. هنكمل بقى قص كده زي ما انتم شايفين. هقص كده الشرايح دي واخلص كل قطعة القماش دي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل كمان الفكرة دي كمان ايه. احاول كده وانا بقطع اخلي القطعة كلها تكون متساوية. انا كده كده القماش اللي بستخدمه ده مش بينسل. وكده بعد ما خلصتهم كلهم زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى كده اجيب رول الكرتون ده. طبعا برضو عملنا منه افكار لرمضان وافكار في الكريسماس، قوي ومتين وبيستحمل معانا في الشغل. واللي مش عنده رول الكرتون ده يقدر يستخدم مكانه علبة سمنة او علبة بلاستيك، ايا كان بنفس الفكرة دي. هبدأ بقى ان انا الزق الشرايح كده. هبتدي ان انا ادخل بس جوه الرول حوالي 2 سنتي عشان يبقى الرول معايا نضيف من بره. هحطهم بقى كده زي ما انتم شايفين جنب بعضها، ما سيبش اي مسافات ما بينهم. هكمل بقى كل الرول بنفس الطريقة دي، الشرايح كلها كده جنب بعضها. ولما اخلص هتشوف بقى هنكمل الفكرة بتاعتنا ازاي. فكرة النهاردة برضو دي سهلة وجميلة، وفي الاخر النتيجة هتعجبكم بإذن الله. ياريت بقى لو عجبتك افكار النهاردة تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. انا كده خلصت اهو الرول كله زي ما انتم شايفين. هبتدي بس ان انا بنقط بسيطة كده اثبت الجزء اللي فوق ده اللي على الحرف بس، مش هاجي تحت خالص. اخلص كل برضو الشرايح كده. انا عايزة بس كل الاجزاء دي تثبت. هجيب بقى نفس القماش اللي استخدمته بس على ظهره. هستخدم القماش دلوقتي على ظهره. تقدري تستخدمي هنا قماش الجوخ برضو لان ظهره هنا عامل زي الجوخ. هبدأ بقى ان انا كده احط واحدة فوق واحدة زي ما انتم شايفين بالتبادل كده. هخلص كده السطر كله. انا ثبت طبعا اول طرف لحد لما اخلص اخر الطرف، وبرضو هثبت الجزء ده. بستخدم هنا الشريحة تكون على قد دوران رول الكرتون. تحت هعكس عشان يبقى يطلع معايا زي الشطرنج كده زي ما انتم شايفينها كده بعمله. خلصت كده السطر ابتدي ان انا اثبته كده واثبت الجزء اللي تحت عشان اعكس بقى معاكم اهي. هيبان معايا دلوقتي. فكرة بسيطة وسهلة. وهنا بقى لو مش عايزة تعملي الفكرة بخيوط او مش عايزة تشتري خيوط او ما عندكيش، بنوفر طبعا وبنستخدم قصاقيس قماش بنعمل بيها فكرة. يعني مش هنقف على حاجة. ده كده هيبقى منظم. بدل ما انا الفه بخيوط استخدمت هنا القماش زي ما انتم شايفين كده. انا في اخر دور اهو. هخلص كده بنفس الطريقة اللي استخدمتها في كل السطور اللي عملتها. وكده هثبت بقى معاكم اخر جزء ونشوف النتيجة ان شاء الله هتبقى عاملة ازاي. طبعا لسه الفكرة ما خلصتش. انا ببتدي كده افنش كده بس الجسم من فوق اهو. هبجيب بقى كده ابتدي ان انا اشيل الزيادات. الشكل واضح معايا زي ما انتم شايفين كده. هشيل الزيادات كده وهسيب حوالي 2 سنتي اللي هلزقهم واثبتهم بقى كده لجوه. طبعا تقدري تستخدمي هنا لون واحد، تقدري تستخدمي لونين زي ما تحبي على حسب الالوان اللي متوفره عندك. انا عشان ظهر القماش هنا كان لونه مختلف استخدمت ظهره. لو لون القماش نفس ما ينفعش تستخدميه، تقدري تستخدمي اللونين مع بعض من نفس القماشه كده. جبت هنا غطا علبه سمنه، هو طلع مقاس الرول. هبدا كده ان انا اثبت عليه قطعه من الكرتون كده تكون سميكه شويه عشان اعمل غطا للمنظم. وهبدأ كده اجيب قطعة قماش اغطي بيها. طبعا القطعة دي لون تاني اهو، مش نفس اللون اللي انا استخدمته اصلا، بس الظهر واحد. انا عايزة الظهر هعمل نفس الظهر. هقصها كده قطعة دائرية كده اكبر سنتي من الغطا. وهبتدي بقى ان انا اغلفها كده بالشمع واثبته كويس. وابدأ بقى كده ان انا الزق الاطراف عشان ده هيبقى الغطا بتاع المنظم اللي معايا النهاردة او العلبة او البوكس. ابتدي ان انا احط كده كمية شمع كده بسيطة والف الدوران ده كله بدون طبعا ما اقص اي حاجة. انا عايزة كل الجوانب دي تتغطى. وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه. كده بشيل بس الزيادات اللي طلعت معايا. وجبت كده قطعة برضو تانية قصتها دائرية كده عشان اغطي كده الغطا من جوه عشان يبقى برضو الغطا معايا كده نضيف اهو. احط كده كمية شمع وابتدي ان انا الزق كده الظهر بتاع الغطا. هجيب بقى شريط تزيين. طبعا الشريط المناسب مع اللون اللي هتستخدميه. انا استخدمت اللون البيج. هبدأ بقى كده ان انا الفه حوالين الغطا كله. هيداري معايا بقى الطرف كده وهيبروز لي الغطا ويبقى شكله اجمل. احط كده شمع بسيط وابتدي ان انا الف شريط التزيين كده عليه كله.
طبعا تقدري تستخدمي اي شريط تزيين متوفر عندك، واي لون طبعا مناسب مع الالوان اللي هستخدميها في الفكرة. هنا كده زي ما انتم شايفين اهو بلف كده الشريط حوالين الغطا كده كله. اهم حاجة تطلعي في الاخر برضو التقفيل يكون نظيف عشان الفكرة تطلع في الاخر كلها شكلها طبعا حلو. وكده انا خلاص خلصت الغطا، بس هلزق الطرف بتاعه كده، وهبتدي بقى اجيب العلبة برضو هزينها بنفس الشريط اللي انا زينت بيه الغطا. هبدأ كده ان انا احط كده من فوق ومن تحت. هحط الاول الطرف اللي فوق ده. اهم حاجة ان انا لما اقفل الغطا يبقى الغطا الشريطين تحت بعض. هحط كده اهو، هوريكم ازاي ان الاتنين هيبقوا تحت بعض. حط كده الغطا ونشوف اهم كده مظبوطين. اكمل بقى كده الدوران كله، وطبعا هحط برضو تحت، بس قبل ما احط تحت هعمل القاعدة الاول. انا كده كل ده عملت المنظم من غير قاعدة، هنعمل القاعدة برضو بس لما اخلص الجزء اللي انا بعمله ده هلفه كده كله. كده انا خلاص خلصت. جبت غطا تاني برضو من علبة السمنة وغطيته بنفس القماش اللي استخدمته كده في الغطا، وهبدأ بقى ان انا اسوي برضو الاطراف كده. وكده جهزت القاعدة معايا، هبدأ بقى ان انا الزقها. طبعا انا هنا كنت ممكن اغلف الجزء الازرق ده، بس انا هغلفه بعد ما اخلص. هبدأ ان انا احط زي ما انتم شايفين على القاعدة كده كلها بتاعت الرول. هثبت بقى كده القاعدة، وبعد كده هنشوف هنغلفها من جوه كمان عشان يبقى الشغل كده من جوه كمان نضيف. اثبتها بس كده كويس. بعد بقى ما ثبتها ابتدي ان انا احط شريط التزيين اللي قلنا هنحطه من تحت، هيثبت معايا وفي نفس الوقت هيداري معايا الفرق بتاع اللزق. اثبته كده على الدوران كله كده من تحت. يبقى كده المنظم جهز معايا، مش باقي غير ان انا اعمل له بطانه. وهعمل كمان يد للغطا. زي ما انتم شايفين استخدمنا في الفكرتين النهارده رولين كرتون احجام مختلفه، وبنطلع منهم حاجات بنستفاد منها في البيت، يعني من الكراكيب ومن الزباله ومن حاجات موجوده ملهاش اي لازمه بنستفاد بيها وبنطلع بيها حاجات بتفيدنا جدا في البيت. طبعا عملنا الاول الفازة شكلها حلو وشيك وديكور، لو هتجيبيها من بره هتلاقيها طبعا غالية الحاجات اللي شكل دي، ومتينة جدا على فكرة. وعملنا كمان منظم برضو متين اهو، برضو من حاجات بسيطة ومن خامات بسيطة وقصاقيس قماش. انا كده خلاص خلصت القاعدة اهو من تحت. اثبت الطرف كده كويس، وبعد كده بقى هبتدي ان انا اجيب قطعة قماش. طبعا ممكن تستخدمي اي لون من جوه، دي بطانة هي نفس الخامة برضو. على فكرة القماش اللي انا بستخدمه ده بواقي قماش اسمه جلد مقلوب، بيستخدم للانتريهات. تقدري تروحي لاي بتاع منجد انتريهات وتقولي له انا عايزة شوية قصاقيس، هيديكي شوية قصاقيس والله هتستفادي بيهم. انا عملت كده فعلا، اداني شنطة مليانة جدا. في ناس هتحاسبك عليها وفي ناس لا، على حسب طبعا. بصراحة ما حاسبنيش عليها اصلا، قال لي حاجات بسيطة، وهو بيبقى اصلا هيرميها مش هيستفاد بيها، لانها قطع صغيرة بس بتفيدنا احنا في شغلنا الهاند ميد في حاجات بسيطة زي ما انتم شايفين كده. كده انا خلصت كل الدوران اهو. استخدمت لون تاني بيش كده لان انا قلت دي قصاقيس، فاللون ما كانش متوفر عندي نفس اللون. وطبعا البطانه تقدري ان انت تعمليها من جوه باي لون. خلصت كده هبدا ان انا اقص برده قطعه دائريه اللي هي هتبقى القاعده. عشان كده انا ما قلفتش القاعده وانا بعملها من الاول عشان اداري بقى اي جزء فضل من الجوانب. احط كده شمع كويس، وهبدا بقى ان انا اثبت القاعده اللي انا عملتها دي. يبقى كده التغليف كمان خلص معايا. وادي الغطا. هجيب بقى كده دي حلقة ستارة قطعت منها الجزء ده ولفيت عليها كده خيط خيش، طلعت معايا بالشكل ده. هثبتها كده على الغطا من فوق. طبعا دي مش اليد بس، لا ده انا بعمل جزء قبل ما احط اليد اللي انا هحطها. جبت بقى كده الخرزة الخشب الكبيرة دي، جميلة. كانت والله في شنطة قديمة عندي. تقدري ان انت تستخدميها، وتقدري ان انت تجيبي خرزة خشب عادية صغيرة على حسب المتوفر عندك. ابتدي ان انا احطها كده في النص، وبكده يكون المنظم او البوكس اللي خلصناه النهارده كده خلص اهو. ان شاء الله يكون عجبكم، بسيط وسهل ومتين جدا. انا كنت عملت قبل كده في فيديو سابق منظم بنفس العلبة دي برضو بس بخامات تانية، كنت مستخدمة خيط خيش وفوم. هنزل لكم برضو الفيديو في الاي، وهنزل لكم الصورة دلوقتي برضو. يا رب يكون الافكار النهاردة عجبتكم. وكمان هوريكم
جبت ايه من الراجل التحفة بتاع الكراتين ده. ممكن برضو انزل لكم ده في فيديو تاني الحاجات اللي انا جبتها من عنده. طبعا استخدمت هنا رولين، الرول الطويل والرول العريض القصير ده. عملنا الفكرتين بأبسط الخامات، يا رب تكون عجبتكم. هنجيب بقى علبة بلاستيك زي دي، طبعا تقدري تستخدمي اي حجم. دي كانت علبة قديمة كنت هرميها بصراحة، ابتديت ان انا استغلها. هنبدأ كده نجيب ستيكر، طبعا تقدري تستخدمي اللون اللي انت عايزاه، بس انا جبت كده ستيكر مناسب للالوان الخيش والالوان اللي احنا بنشتغل بيها. وهبدأ بقى كده ان انا اثبته على العلبة كلها. طبعا ما فيهوش اي حاجة، بنلزق عادي جدا. هنا ابتدي بس اشيل الزيادة كده عشان الجزء ده كان كبير بصراحة، كده كانت حتة باقية عندي كمان. هبدأ كده ان انا اشيل الجزء اللي تحت ده علشان ابتدي ان انا اغلف القاعدة. ابدأ بقى كده ان انا اقص كده زي ما احنا عارفين شرايط كده، عشان ابدأ ان انا الف على الدوران اللي موجود تحت. هبدأ كده ان انا احط كده الزق الشرايط. مش محتاجة في الخطوة دي شمعة خالص على فكرة، لان انا لسه طبعا هداري الجزء بتاع القاعدة ده. بس اهم حاجة ان الحواف بتاعتي تبقى كلها متساوية وما فيهاش اي زيادة من الستيكر. اهو انا كده خلصت لتغليف العلبة، ونشوف بقى هنشتغل عليها ازاي. دي زي الجزء الاولاني معايا في العلبة. اجيب بقى ده كان كده ثبت خشب كده، كان ابتدى يقع منه صوابع. ابتديت ان انا استخدمه واعيد تدويره من تاني. بصراحه عجبني الخشب اللي فيه قوي، هيناسب معايا الافكار كلها، وهنستخدمه على فكره في كذا فكره. هقص كده الجزء الصوابع القصيره دي، مش عايزه الطويله. هبدا كده ان انا اقص كده جزء منها. وجبت هنا قماش برضو اللي احنا استخدمناه في الفكره الاولى، بس انا هنا عجبني ان انا استخدمه على الجزء اللي لونه بني، لانه ظهره عامل زي قماش الجوخ. تقدري تستخدمي هنا قماش جوخ او اي قماش متوفر عندك. عجبني اللون هنا، هبقى هستخدمه في الفكرة ان شاء الله هتشوفوها. اثبت كده القاعدة. انا كده داريت كده الجزء اللي تحت اهو، وهبدأ ان انا اقص كده شريحتين، حوالي الشريحة حوالي سنتي ونص كده، على حسب طبعا طول العلبة او عرض العلبة معاكي. هبدأ كده برضو على نفس الجهة اللي انا استخدمتها اللي هو البني، هبدأ ان انا الزق شريط كده رفيع من فوق. طبعا القماش ده مش بينسر معايا، فعجبني جدا في استخدامه. مش هيخليكي انك تداري اي جزء منه او تحرقيه. ابدا كده ان انا الفه كده على العلبه كلها. انا هحط الشريط ده من فوق العلبه كده زي ما انتم شايفين، واحطه برضو في الجزء اللي تحت. تزيين بيعتمد على ذوقك طبعا، بس طبعا بالنسبه للناس اللي مش بتعرف تشتغل تبدا انها تنفذ زي ما انا بعمل، بس باي امكانيات عندها. من نفس المكان اللي ابتديت منه برضو هكمل، وابدا ان انا الزق الجزء اللي تحت ده كده، وهقفل معايا، وهيبقى كده انا عملت الدورين اللي انا عايزاهم. زي ما انتم شايفين اللون البني كده جميل مع الستيكر اللي انا حطاه. هجيب بقى خيط الخيش اللي استخدمناه برضو الرفيع. هبدا ان انا بروز الحفتين زي ما انتم شايفين كده بتوع القماش. هحط كده على الجزء ده كده اللي هو اول العلبة على اول القماش بالظبط، واحاول ان انا احط شمع خفيف لان الخيط رفيع ومش عايزه الشمع يبان من تحتيه. برضو الفكرة دي نقدر ان احنا نعمل منها مشروع، بس طبعا لو هتعمليها هتجيبي علب نفس الحجم ده وتشتغلي عليها، يعني مش هيبقى فيه باترون زي العلبة الاولانية. طبعا في اماكن بتبيع بلاستيكات دي، تقدري تجيبي اي بلاستيك وتشتغلي عليه اي مقاس علبة يعني. هبدأ كده ان انا اقص كده الجزء ده، وهبتدي ان انا اعمل صف برضو تحت، وهكمل نفس الخطوات دي على الاجزاء اللي تحت كلها. وطبعا قلت لكم ان احنا ممكن نستخدم مكان القماش ده، لان ده طبعا بواقي قماش متوفر عندي. تقدري تستخدمي قماش جوخ نفس اللون، تقدري تستخدمي شرايط التزيين الخيش برضو هتبقى مناسبة جدا في الفكرة دي. يعني مش لازما بالظبط نفس الالوان والمقاسات، لا تقدري انك تستخدمي الحاجة المتوفرة عندك. برضو بحرق كده بالولاعة على خفيف عشان قماش الخيش طبعا، وبرضو القماش ده فيه وبرة كده. حبيت ان انا كده احرقها كده. انا خلصت الجزء ده اللي هو الجسم العلبة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. شرايح الخشب اللي انا اخدتها من الثبت القديم اللي كان عندي، ابتدي كده ان انا الزقها. ابتديت برضو من نفس الجزء اللي انا ابتديت منه اللي فيه الوصلة دي طبعا، عشان كده اداري اول جزء. هبدأ كده ان انا احطه من اول العلبة، واسيب الجزء اللي تحت ده هيبقى رجل معايا في الفكرة. هكرر الموضوع ده 4 مرات. هاجي كده عند الناحية التانية قدامها بالظبط، وهحط الجزء ده كمان.
طبعا هحط هنا، يبقى العلبة دي ليها 4 رجول. هبدأ ان انا كده احط الجزء التاني كده، هبتدي ان انا اقسمها 4 تربع، واخلي بالي ان المقاسات تبقى متساوية. وهكمل برضو واحط هنا ما بينهم كده الرجل التالتة. طبعا تقدري تستخدمي مكان العصيان دي عصيان خافض اللسان، يعني مش لازما مش كل عنده طبعا نفس الخشب ده، فنستخدم مكانها عصيان خافض اللسان او عصيان الايس كريم. وتقدري ان انت تدهنيها لو عايزاها لونها بني كده، تقدري تدهنيها بقهوه، تخففي شويه قهوه وتدهنيها بيها، او تدهنيها بالورنيش بتاع الاخشاب اللي هو الاسطر لو متوفر عندك. جبت كده القطعه الذهبي ديت كده زي انصاف لولي كده ذهبي. هبتدي ان انا احطها على الرجل من فوق ومن تحت اللي موجودين عند العلبة بالظبط كده. اكرر الخطوة دي كلها على الرجول كلها. ونقدر برضو نستخدم هنا دبابيس مكتب لو مش متوفرين عندك، برضو هتأدي نفس الغرض. بس شايفين تحس انها جاهزة ازاي. نجيب بقى قطعة من الكرتون مقاسها قد الجزء اللي فوق ده. انا هعمل غطا للفكرة، وتقدري تسيبيها على كده ونحط فيها زرع بس انا هعملها لكم بفكرتين النهاردة. هنعمل ليها غطا وهوريكم ان هي من غير غطا برضو شكلها حلو. هبتدي ان انا برضو اغلفها بنفس القماش اللي استخدمته، وهبدأ ان انا داري الجزء دوت برضو. عملت سلسلة بقى كده من الرفيعة من قماش من خيط الخيش، هلفها كده دورين حوالين الجزء ده. ولو عندي خيط سميك من خيط الخيش هلف دور واحد. يا ريت بقى لو اول مرة تشوفي قناتي وعجبتك الافكار اللي بقدمها النهاردة، تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بكمل بقى كده اهو في الخيط. انا كده اهو خلصت الجزء ده، وهعمل برضو جزء هنا هغطي برضو الجزء ده كده بنفس القماش كده، يبقى عندي كده من بره ومن جوه. العلبة نفسها مش محتاج ان انا اغطيها من جوه، سيبها ابيض زي ما هي كده. وجبت الخرزة الخشب دي، هبتدي ان انا احطها كده في النص، ونفس اللولي الذهبي او الجزء ده هحطه كده هنا. يبقى كده اولا دريت الفتحة اللي تبقى في الخرزة، وفي نفس الوقت نفس الديكور اللي انا عملته في العلبة كلها. وبكده تكون الفكرة خلصت معايا. شايفين جميلة ازاي؟ ادي كده بالغطا. تقدري تستغليها منظم، تحطيها على التسريحة، تحطيها على مكتب شيك وجميلة. وهنا لما حطيت فيها الزرع شايفين بقت بوت زرع جميل جدا. تقدري تشيلي الغطا وتستخدميها كده، تستخدميها زي ما انت عايزة. اديتك فكرتين واللي تعجبك طبعا. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم، او الفكرتين اللي عملناهم النهاردة عجبوكم. طبعا بوت الزرع الاولاني اهو. طبعا هنا ممكن نحط فيها شرايط التزيين بتاعتنا لو بتشتغلي شغل هاند ميد زينا، هتلملك حاجات كتير بسيطة وسهلة. وزي ما عودتكم بحاول اقدم لكم افكار بسيطة وسهلة الكل يقدر ينفذها. ودي طبعا النتيجة النهائية للمنظم اللي عملناه او بوت الزرع. تقدري تستخدميه زي ما قلنا بوت او منظم. ويا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم ان شاء الله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.